مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من القاهرة اليوم. اثلج صدري اليوم، يعني انبسطت، لو محدش فاهم يعني ايه اثلج صدري، انه تم تحويل الناس اللي عاملين الامتحان اللي فيه موضوع التعبير بتاع اكتب رسالة تهنئة للحرية والعدالة. ويمكن امبارح لما كنت قاعد مع اخونا شردي قال لي هو الوزارة اول تصريح ليها قالت احنا مالناش دعوه بامتحانات النقل، لكن النهارده تم تحويل الناس اللي عملت الموضوع ده للتحقيق. طبعا لم يتم تحويل الناس اللي طلبت منهم في موضوع تعبير اخر، اكتب عن المجلس العسكري انه اعظم شيء وانه المجلس العسكري هو ده اللي حمى الثوره. خلاص ده صح ولا ده صح؟ انما يعني ده اللي حصل. حطوا الخبر ده على جنب وخدوا الخبر التاني. لما الشيخ المحلاوي قال للشيخ حازم ابو اسماعيل والله يا شيخ حازم انا مستخسرك في حكم مصر. ادي الخبر اهو اللي مع حضراتكم اللي احنا كنا بنتكلم. ده الامتحان وكان امبارح ده اللي لسه ما اتحققش فيه، انما اللي اتحقق فيه اللي هو بتاع اكتب رسالة تهنئة للحرية والعدالة. امبارح برضو جنب الخبر ده زي ما قلنا لحضراتكم حطوا الخبر ده على جنب. الخبر الثاني لما الشيخ المحلاوي قال للشيخ حازم واسماعيل انا مستخسرك والله يا شيخ في حكم مصر، انت اكبر، يعني طلع ان الشيخ حازم واسماعيل اكبر من مصر. النهارده شفت فيديو كليب عايز اوريه لحضراتكم، وعايزين نحط الثلاث حاجات دول جنب بعض ونعرف تساوي ايه. يعني في ثلاث حاجات كده وهكلمكم بقى بعد كده لان دي مسألة مهمة. دائما وابدا اما ابتدي اتكلم دايما بتكلم على الحكومة او على الحكام او على الاحزاب. عايز اتكلم على المصريين فيهم طبع كده بايخ سنة، فيهم حاجة كده دمها مش خفيف شوية، ممكن تعمل مشاكل في المستقبل. جايز النهاردة لو اتكلمنا فيها الناس تاخد بالها منها وتقدر انها تتكلم فيها. خلينا نشوف الفيديو اللي معانا وارجع لحضراتكم وحضراتكم هتكونوا فهمتوا انا اقصد ايه. صورة اكتب رسالة تهنئة للحرية والعدالة، صورة اكتب للمجلس العسكري، صورة مستخسرك في مصر. نسمع الصوت. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوان الجديدة بالرباط. حديقة تمثل أنظمة أيكولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية سواء المحلية منها أو المستوردة، والتي هي في طريقها للانقراض. وقد تم تصميم حديقة الحيوانات بالرباط على مفهوم الفضاء المفتوح. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا، سيمكن من عرض جملة من الحيوانات بطريقة متميزة تحاكي المنظومات الطبيعية مع تشجيع المجال السياحي والثقافي والبحث العلمي. هذه الحديقة غادي تلعب واحد الدور مهم لوضع كل المؤسسات العلمية اللي تهتم بالوحيش وبالتنوع البيولوجي في المغرب، سواء كانت معاهد، كليات، معاهد مختصة، معاهد تكوين، معاهد البحث، فكلها بطبيعة الحال غادي تنضم في نطاق عمل متعدد التخصصات للتمكن من معرفة جيدة بالنسبة للنظم البيئية المغربية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وخلال جولة سموه بالحديقة طلع على جل المرافق بها ومختلف أصناف الحيوانات، كما زار سمو الأمير ولي العهد مولاي الحسن فضاء النظام البيئي من نوع السافانا، ثم البركة المائية التي تأوي حيوانات من قبيل التماسيح وفرس النهر، إضافة إلى مواقع تشكل نظاما بيئيا للحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات النادرة. هذه الحديقة تطلع بدور تحسيسي تبين للزوار أولا كل الفصائل الحيوانية اللي توجد بالنظم البيئية المغربية، وفي نفس الوقت تعطي واحد النبذة عن الحالة ديال هذه الحيوانات، منها الحيوانات المهددة بالانقراض، منها الحيوانات اللي حاليا في مأمن إلى غير ذلك.
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حضر بالمناسبة عرضا فنيا قدمته لسموه مجموعة من الأطفال المتنكرين. عموما فحديقة الحيوانات الجديدة بالرباط هي بمثابة فضاء طبيعي سيوفر ضيعة بيداغوجية ستمكن الأطفال أيضا من التعرف على ثراء المغرب في مجال التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات والمساهمة في التربية على البيئة. لازم اسمر الله يبارك المرسيدي. تعليق او اي حاجه على الفيديو اللي احنا شفناه، دي المملكه المغربيه هي ليها هذه الخصوصيه. العائله المالكه من ايام الملك الحسن هي لها هذه المحبه وهذه الخصوصيه وهذه التقاليد. هم الناس بالنسبه لهم ده شيء طبيعي وعادي، لكن هم من الاول ارتضوا ان يكون الحكم بالطريقه دي. على فكره ولي العهد البريطاني لما بينزل الشارع لا يقل وطنيه، نفس الشيء، ويدخل وتتفتح له الدنيا وكل شيء، لكن مش ده الهدف. الهدف اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان الشعوب هي التي تصنع حكامها. عايز اقول لكم مثلا انه زي ما حطينا الفيديو ده في حته، وحطينا الخبر بتاع اكتب رساله تهنئه للحريه العداله في حته، واكتب رساله تشيد بالمجلس العسكري في حته، حطوا الثلاثه دول واجمعوهم. وعايز اقول لكم ان حسني مبارك لما وصل في اول الثمانينات للحكم قالوا له انت اسمك ايه؟ انت هتبقى جمال عبد الناصر ولا انور السادات؟ قال لهم ماي نيم از حسني مبارك. وطلع وقتها كلام انه لو لم تكن في حسني مبارك ميزه واحده يعني، فنظافه اليد، هو شخص نظيف اليد. وقتها كان الكلام كده، وان الراجل ده بتاع التقشف وحته جبنه وبتاع. وناس كتير قال لك ايه، فاكرين النكته بتاعت سعيد صالح قال ايه؟ قال ايه؟ فطبعا الفكره في ايه؟ انه كان كل الحدوته اللي شغاله ان هذا الرجل راجل مخه مقفل بتاع مش عارف ايه. ايه اللي حصل؟ ماذا حدث؟ ابتدى يبقى في ايه يا ريس بقى، يعني في كذا، تعال عندنا اتفرج شويه. في ناس حوالين الحاكم وفي كل دوله من مصلحتهم ان الحاكم يتنفخ. وما حدث انه تم نفخ مبارك بشكل كبير وبشكل سريع. وسفر بره، ايه يا ريس؟ لا البدل. طب ده وقتها كان الملك الحسن اللي بيعمل له البدله بتاعته سمالتو، ده ملك يعني. سمالتو دي واحد من بيوت الازياء الكبيره، وكان الملك حد بيروح يفصل له. وكان حتى الملك الحسن وقت عبد الحليم حافظ كان بيجيب نفس الترزي، فابتدوا يزنوا على الريس نجيب لك زنيه هنا في مصر علشان يعمل لك بدلك وحاجاتك. يا جماعه البني ادم مهما كان ضعيف، يعني الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وبتاع، دي ناس كان عندها نوع من انواع الحمايه الذاتيه الصلبه، سد غير عادي لا يمكن حد يخش لك منه. ما لو حد جاب لك لعب لك عينيك هنا على حاجه، ولا حد لعب لك عينيك هنا على حاجه. انا اول مره اشوف محمد حسني مبارك كان سنه 2005. كان ابتدى الايه، مش ابتدى يعني خلاص دخلنا في المرحله يعني، ولكن كان في لسه بقايا من الضابط بتاع القوات الجويه اللي كان لسه مهتم ان هو يروح يتعشى بالليل في نادي القوات الجويه، ومش كان لسه عايز يمزق، بس مفيش فايده. حواليه عيله بتاع، لا عايزين حاجه تانيه، او نشوف حاجه تانيه، او نعمل حاجه تانيه، او
كلاس تاني او فلوس تانية. اللي انا بقوله ليه؟ نحن الان في صفحة بيضاء، معانا صفحة بيضاء وداخلين نكتب عليها. الصفحة البيضاء اللي احنا هنكتب فيها دي يا جماعة، اللي هنكتبه هو اللي هيكون. يعني مثلا زي ما حكيت لكم 100 مرة، لما رحت اعمل الموضوع بتاع رسوم الموسيقى للرسول عليه الصلاة والسلام في الدنمارك، وقابلت وحبيت اقابل وزير الداخلية، كان يوم حد، فجالي كنت واقف قدام الجورنان اللي عامل الرسوم ديت في عز البرد، كنت انا والاستاذه عزه شعبان في التقارير الخارجيه، عز البرد، اسمها يولن بوستن. لقيت حد على بسكليته ترن ترن ترن. نعم يا عم، انت واخد صحفي مصري؟ ايوه انا واخد صحفي، انا وزير الداخليه. يا نهار اسود، بجد؟ خلاص وزير الداخليه راكب بسكليت؟ عايز ايه؟ القرف بتاعك النهارده لحد عايز كذا كذا، وقعد يتكلم معايا. ليه صديقي المعروف لغايه دلوقتي وحادثته شهيره، اللي بعربيته ضرب رئيس الجمهوريه الفيدراليه السويسريه بالعربيه، كان سايق بسكليت. تخيل انت لو ضربت وزير بالعربيه حياتك هتبقى عامله ازاي؟ فاكرين تشيكوف كان ليه روايه شهيره بتاعت الرجل الذي عطس. ايوه تشيكوف صح؟ ايوه تشيكوف. راجل كان في الاوبرا وكان قاعد قدامه جنرال من الجنرالات الكبيره، فراح عاطس في قفاه رذاذ غير عادي، فبص له كده فاكتشف ان ده من المجلس العسكري عندهم يعني. فقعد يلطم، يعني انه انا اسف ان انا طب انت عطست في قفايا غصب عنك، حصل خير يعني. انا عايزكم تعطسوا في قفا اي حد من غير ما تقلقوا. احنا عندنا صفحة جديدة، لازم من الاول هم يعني الناس اللي هتحكم نأمل فيهم ونتوسل فيهم الخير والرشاد. وعلى فكرة هناك عصور في الدولة الإسلامية كان فيها سلاطين وخلفاء أقوى من أي رئيس موجود دلوقتي. حريري والدمقس والحريم والبتاع والقصور والمزيكا والرقص كل اللي انت عايزه. طبعا. والشعراء يقعد يخش علشان يقعد يمدح الخليفة ويمدح الأمير بالايام وياخدوا فلوس درر. الشعر العربي اصل دي ثقافة في مدح الحاكم او هجاء احد كمان يعني بس اساس الشعر بتاعنا مدح. يعني تخش تاخد اغراض الشعر العربي تلقى الباب الاول المدح. فانا بقول لحضراتكم انه بما اننا عندنا صفحة بيضاء وبنبتدي لو سمحتم بشويش على الناس، يعني زي موضوع التعبير ده، البني ادم يا جماعة ضعيف، عقله بيلف فجأة. يعني عايز اقول لكم وانا انسان تافه، ساعات مثلا لما اخش مكان وفي ناس تقف تسلم عليا ساعات كده اقول طبعا ما انا بقى كده انت بني ادم عايزك يعني نفس الحكايه ده يعني احساس طبيعي البني. انما لما يبقى شعب قاعد يقول لك انت عظيم، انت عبقري، انت ملهم، خلاص. انت اعظم شيء في الدنيا، تعمل نكسه وينزل الشارع الناس تعيط. انا وريتكم الرفيق كيم إيل يونج سينج وينج بتاع كوريا الشماليه معيط اما مات، بيلطبوا في الشوارع. مفيش دمعه بس لازم هم من جوه كارهين وعمى، لان هم عايشين في مجتمع هيموتوا منه، بس علشان لسه انج الابن موجود ننزل نعيط، بس مفيش دمعه ما نزلتش. يوم ما عبد الناصر اتنحى الشوارع اتقلبت. لا تعالى كمل. ايه ده؟ انت زعلت بيقولوا لعبد الناصر انت زعلت، وما كانش في بيت في مصر غيره فيه شهيد. مين السبب؟ ايه الحكايه؟ مش ده المهم. اقصد انا مش عايز استخدم بس المثل ده بتاع ايش فرعنك وقالوا الفرعون، مش دي القضيه. انا عايز بس اقول تربيه الدكتاتور. نحن تخصص تربيه ديكتاتوريين على حتى المستوى القليل، يعني خش مصالح حكوميه، خش شركه صغيره،
الطريقه اللي الناس بتتعامل بيها مع بعض ده غير حقيقي. عاديه. ده حقيقي جدا جدا جدا. والرئيس وصل، على فكره اي مصلحه حكوميه فيها رئيس. طبعا. هو الرئيس وصل، الرئيس دخل، الرئيس جه، طب يا ريس تطلب حاجه، طب بالاذن انت. ايه العلاقات دي؟ العلاقات يا جماعه بين البشر في العالم كله تعتمد على اتنين، الانجاز والاحترام. احنا بينا ايه؟ ان انا احترمك وانت تنجز لي وانت تنجز لي. بس. عقد اجتماعي. بالظبط. هتعمل ايه؟